مرحبا حبايبي، يعطيكم ألف عافية. عندي لكم اليوم طبخة خفيفة إن شاء الله تناسبكم. هذه هي ربيان نص. طبعا هذه حبتين كبيرة بصل ناخذ نصها. هذه هنا عندي بهارات حلو، ممكن تحطوا بهارات مشكلة. نقلبها كذا لحد ما تطلع ريحة البهارات مع البصل والثوم. طبعا في ثوم، ممكن نحط الثوم مع البصل ينطحن مع بعض. وهنا فلفل رومي اي نوع، الاصفر الاحمر الاخضر، اي نوع موجود عندكم. بعد كده نبدأ نحط الربيان. نقلبه كده لحد ما تطلع المويه منه. نغطيه لحد ما تطلع المويه. طبعا المويه اللي حتطلع حصفيها وارجع اطبخها من جديد عشان احافظ على مويته ما تخلص. انتظروا معايا لحد ما تطلع المويه من الربيان واوريكم كيف اسوي بقى. شايفين مويه الربيان طلعت. طبعا هحافظ عليها ما ابغاها تروح، حصفيها وارجع لكم. شايفين المويه هذه ما ابغاها تروح، صفيها بهذا الشكل. شايفين؟ وارجع احط البصل اللي بيجي اول على النص. حطينا البصل الرومي مع شويه زيت. نبدأ نحط معجون طماطم تقريبا ملعقتين. طبعا ملعقتين كبيرة. شايفين بهذا الشكل. أبدأ أكمل بهارات مشكلة. هنا عندي فلفل حار طبعا حسب الرغبة. وهنا الملح، أنا أحط ملح الخشن. بعد كده أحط طماطم طازة طحنتهم. هذه هي حبتين صغيرة أو واحدة كبيرة. خليها شوية تتسبك تتسبك الطماطم. نقص النار عنها وارجع لكم حبايب. وهنا خلاص سبكت زي ما انتم شايفينها حبايبي. هذه هي اللي صفيتها ورجعها عشان ما ابغاها تتبخر، فرجعتها زي ما انتم شايفينها كده. هنا عندي شوية خل التفاح. هنا كمان شوية دبس الرمان. وأبدأ أحط بسم الله. هذا هو قدامكم حبايبي. حطيت الربيان وخليه على نار مرة هادية لحد ما يستوي، تقريبا ربع ساعة على نار هادية وخلاص يكون مستوي إن شاء الله.
الله يعطيكم العافية، ويليت تقولوا لي حبايبي من أي بلد تتابعوني. شكرا لكم حبايبي. طبعا يمكن يقدم مع خبز، يتاكل مع خبز، أو ممكن نحط مع رز أبيض، لكم الاختيار حبايبي. ألف شكر لكم. طبعا كالعادة حبايبي المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.